بالمناسبة كنت أنا وصديق يمني في المطار اليوم، والله بقول لكم القصة هذه، صديقي فمعاه وثيقة سفر يسمونها، ففيه نوع من أنواع الأوراق، هذا فاصل إعلاني كذا على جنب، ففي نوع من أنواع الأوراق لازم تعبيها عشان تدخل للدولة اللي إحنا داخلينها. بالنسبة لي أنا بالجواز أدخل، هو معاه وثيقة سفر إلى الآن. يوم وصلنا على الطيارة السيستم قفل عليه، يا ابن الحلال ما دخلوا، ما يصلح من هنا، قالت ما في دخول. بينما هي جالسة تقرأ، والله العظيم والله يا اخوان نقول لكم القصة زي ما هي، جالسة تقرأ كذا، طالعت في وثيقة السفر، قالت له اوه السيستم معطي اكس، هذا ما يركب الطيارة. قالت له اوه انت من اليمن؟ تسأله، طبعا هو ساكت مرتبك، قلت ايه هيز فروم يمن، هذا ابو يمن ذا، بقول له بحر احمر، بس اقول خاف نتورط الحين. طالعت كذا يمين شمال، قالت اقول لك ادخل ادخل. طبعا قال لي انا اخر كم شهر هذه لاول مره اشعر بالفخر اني يمني. قال لي اول مره، يقول لاول مره استفيد من جنسيتي اليمنيه هذه بعد ان بلغت 30 عاما، 30 سنه. يقول اول مره اقول انا يمني ويكسرون القانون ويدخلوني عبر الطائره، مخالف، ترى كنت بروح لوحدي. فرحان، ما دخل حتى مع الباب، ما شاء الله تبارك الله. ليش؟ شوف ترى هذه امور، هذه امور حقائق تحدث، وكثير اليوم من الاشخاص يعيشها. تعرف امريكان ما يعرف ايش يعرف عن اليمن يعني، ولا واحد كندي، ولا واحد وايت، ولا واحد اوروبي، ولا اليوم جالس يعرف من العمليات. بالمناسبه عشان ارجع عن النقطه،